الشيخ ابو اسحاق مستراح منه. الشيخ يا رجل، يا رجل استحي على دمك، يا رجل استحي على دمك. يعني سبحان الله، ساعات وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ساعات سبحان الله تسمع الاقوال ديت عشان تحذر من الناس ديت. لو كانوا اخفوا انفسهم كانوا هيبقوا من ضمننا يطعنوا من الداخل. فسبحان الله، فهناك اشياء تحدث عشان تاخد حذرك من هؤلاء. تخيلوا الشيخ ابو اسحاق الحويني، احنا ما بنقول ان الشيخ ابو اسحاق الحويني معصوم، ما في عالم الا وله ذله، وما في جواد الا وله كبوه، ولكن دول يقفوا على ذلات العلماء. اصبح الشيخ ابو اسحاق الحويني مبتدع، رجل افنى نفسه في الدعوه الى الله عز وجل، وتيجي انت اصله مبتدع مش عارف. يا عم هون على نفسك شويه، هون على نفسك شويه. هل انت رحت ناقشت الشيخ في المساله دي؟ لا. اصل فلان بيقول، يا عم انت ما انت بتعتمد على فلان. هل خالف اجماعا؟ لا. هل خالف نصا قرآنيا؟ لا. طيب يعني مسائل ممكن يكون فيها اخذ وعطاء. انا زعلت وفرحت، زعلت ان لقيت ناس اشباه كده بيقولوا، وفرحت ان الناس دي اتكشفت للناس بجد. يعني الناس دي اللي كانت مستخبيه ما بيننا ظهرت للناس. والله يا اخوانا الناس دي ما بتعمر، الناس دي ما بتعمر في الالتزام. بتلاقيهم يوصلوا لنقطه معينه كده خلاص قربوا يكفروا نفسهم ويبدعوا نفسهم، وبعد كده تلاقي شت اساسا، خلاص شط. رحم الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمة واسعة، وربنا يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، ويرحم علماء المسلمين جميعا. الواحد يا جماعة والله مستغرب فعلا، تعليقات في التيك توك، تعليقات في الفيس، في اليوتيوب، وفي الاقي تعليقات، الاقي التعليق كاتب مستراح منه. مين يا جماعة الشيخ أبو إسحاق مستراح منه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الجماعة دول يا جماعة أنا قعدت مع ناس منهم زمان، قعدت مع ناس منهم كان يقعد يقول لي، لا انا اقعد معاه يقول لي انت عارف الشيخ ابو اسحاق ده؟ انا مش عارفهم، الواحد كان لسه مش متعلم قوي، ده عنده 99 خطأ في العقيده. انت عارف الشيخ فلان الفلاني، مش هسمي اسماء، ومشايخ كبيره جدا يا جماعه في مصر، ده عنده خطأ، ده عنده، ده مبتدع، ده ما اعرفش مين ده. انتوا مالكم؟ انتوا في ايه يعني؟ انا مش فاهم والله. على رأي شيخ من المشايخ قال لك اللي يقعد يقول لك ده مبتدع وده مش عارف ايه وده تايوان، يبقى هو اللي مبتدع هو اللي تايوان. اه والله. فسبحان الله، سيبوا المشايخ في حالهم، سيبوا المشايخ في حالهم. وفعلا زي ما قال الشيخ وليد اسماعيل، ان والله يا جماعه انا كنت اعرف ناس منهم، وسبحان الله فعلا حلقوا دقنهم وانتكسوا وشربوا سجاير، فعلا زي ما الشيخ وليد اسماعيل قال. فدول يا جماعه انا ما اعرفش هل هم عندهم مرض او غل او حقد او عدم دين او عدم فقه، انا مش عارف. لكن طبعا يا جماعه رحم الشيخ ابي اسحاق الحويني. وانا انصح الشباب اللي لسه طالعه صغيره، لسه بتطلب علم او لسه بادئه في الالتزام، اوعى تنساقوا للناس دي خالص يا جماعه، اوعى تنساقوا ليهم ولا تدخل معاهم ولا تطلب منهم علم ولا